السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير يا شباب. وقفنا الدرس اللي فات إن إحنا خلاص فهمنا يعني إيه ال CSS، وقلنا إن هي بتعمل ستايل للموقع بتاعنا، وفهمنا كمان إزاي إن إحنا بنكتب أكواد ال CSS بتاعتنا اللي هو يا إما في ملف internal اللي هو في نفس الملف بتاع ال HTML، يا إما inline في نفس كود ال HTML، يا إما external في ملف خارجي، وعرفنا إزاي بنعمل له استدعاء والحاجات دي كلها. طيب احنا بقى عايزين نفهم ازاي اكتب كود CSS، يعني ايه السنتاكس بتاع ال CSS، طريقة الكتابة بتاعت ايه ال CSS. طيب لو احنا فتحنا موقع WC Schools على وخشينا على ال CSS وخشينا على السنتاكس، هتلاقي عندك بيقول لك ايه، بيقول لك انك انت بتعمل ال CSS بتاعتك ازاي. بتكتب اول حاجة سيلكتور. طيب انا مش فاهم يعني ايه سيلكتور، خلاص ما تشغلش دماغك يعني ايه سيلكتور، بس انا هشرح لك السيلكتور ده بالتفصيل ان شاء الله. بس السيلكتور دهوت مبدئيا كده يعني حاجه شكل ال H1 H2 باراجراف الديف الحاجات دي كلها. تمام، ده كله سيلكتور. بعد كده انت بتفتح الايه الكيرلي براكت بتاعتك، وبتكتب البروبرتي بتاعتك الخاصيه اللي انت عايز تعملها باستخدام السي اس اس، وبتكتب الفاليو بتاعتها او قيمتها هتبقى ايه، وبتنهي السطر بتاعك بالسيمي كولن. تمام كده يا صاحبي؟ تمام. طيب تعالى بقى نفهم ونعرف الكلام ده نطبقه ازاي على المشروع بتاعنا. طيب افتح كده معايا يا صاحبي فيجوال ستوديو كود على المشروع بتاعنا، واعمل اوبن ويز لايف سيرفر. تمام، هتلاقي المشروع بتاعنا فتح اهوت وكتب الكلمه بتاعتنا اللي احنا عاملينها. طيب تعالى بقى نجيب ايه، تعالى نجيب الكلام ده كله جنب بعض عشان خاطر نعرف نشرح ان شاء الله. يا صاحبي كده، ايوه، عشان خاطر نعرف ايه نظبط الموقع بتاعنا. طيب دلوقتي احنا محتاجين ان احنا نفهم السنتاكس. طب السنتاكس ده قلنا بيعمل ايه؟ بيعمل سيلكتور. طيب انا عندي ايه العنصر اللي انا عايز اديله ستايل في الموقع بتاعي؟ والله ما فيش غير الاتش 1. فهروح هنا في ملف السي اس اس واقول له والله انت عندك، بما انك انت ملنك في ملف السي اس اس اهو في اتش تي ام ال، عامل لينك بين الاتش تي ام ال والسي اس اس، فوالله هتروح في ملف السي اس اس وتقول له ايه، هتقول له عندي حاجه اسمها اتش 1 في ملف ال HTML. هتعمل ايه بقى؟ هنا ال H1 ديت خلينا نقول من دلوقتي هي مش سيلكتور. خلينا بس نفهم دلوقتي لغايه لما ناخد درس السيلكتور ان شاء الله. خلينا نقول اللي هي مش سيلكتور، يعني خلينا نديها اي حاجه، نديها ايه اسم. يعني مثلا ايه ده، مثلا دلوقتي انت بتشاهدني او انت دلوقتي بتتفرج عليا، فدلوقتي ده المتفرج مثلا. طيب المتفرج دوت عايز اديله خصائص، مش انت عندك خصائص؟ يعني مثلا انت عندك عيون، عندك ايدين، عندك مخ، الحاجات دي كلها. فده بالظبط اللي احنا هنطبقه هنا. احنا عايزين نبني او نستايل الخاصيه. مش احنا اتكلمنا وقلنا ان ده الهيكل؟ هنمثله ان الهيكل دهوت بقى ده هيكل الانسان، والانسان ده مثلا اسمه مصطفى. يعني مثلا ده هنحط في الاتش 1 ده مثلا، خلينا مثلا ده اسمه ايه سي اس اس بروجكت. تمام، فانا عايز ادي ستايل للسي اس اس بروجكت، عايز ادي له لون. تمام، عايز ادي له مثلا حجم، عايز ادي له مش عارف ايه الحاجات دي كلها. تمام كده. طيب دلوقتي يبقى انا بكتب السلكتور بتاعي او اسم الحاجه اللي انا عايز ايه اعمل لها ستايل او اديها لون، او الهيكل اللي انا عايز اديله لون، او باك جراوند، او فونت سايز، اي حاجه من الحاجات دي كلها ايا كان ايه الكلام ده كله هنشرحه بالتفصيل. بس المهم نديله الخاصيه بتاعته. طيب هنفتح الكيرلي براكت عشان خاطر نديله كي وفاليو. يعني ايه كي وفاليو؟ يعني قيمه بروبرتي والفاليو بتاعتها القيمه بتاعتها. تمام. طيب دلوقتي انا مثلا يعني خلاص ما تاخدش في بالك يعني الكود اللي هكتبه دلوقتي ما تحفظهوش، انت كده كده اصلا هتحفظه مع الوقت لما ايه، لما من كتر المشاريع اللي انت تعملها ان شاء الله تحفظه ايه مع الوقت وما تقلقش. طيب مثلا انا عايز اديله كلر، فهكتب ايه الكلر بتاعه. وعشان خاطر تكتب الكلر، يعني عشان خاطر تكتب الكلر فبتعمل ايه، بتعمل كولون. طب ليه بعمل كولون؟ كولون دي معناها ايه في السي اس اس؟ كولون دي معناها يساوي، يعني الكلر دي البروبرتي. تمام، والكولون معناها يساوي. طب يساوي ايه؟ انا عايز اديله لون مثلا، وليكن لونه هيبقى ريد مثلا. طيب دلوقتي هو خد لون ريد. طب يا مصطفى دلوقتي انت ما نهيتش بسيمي كولون. هقول لك بص يا صاحبي، دلوقتي ركز معايا. دلوقتي انت دلوقتي لو انت نزلت وعملت مثلا خاصيه تانية وليكن باك جراوند مثلا، ما تحطش في بالك يعني ايه باك جراوند. فانت باك جراوند هنا دلوقتي يا صاحبي هو مش بيقترح، ده اولا لو انت لاحظت هو مش بيقترح عليك. اه، يبقى انا دلوقتي اول غلط عندي اللي هو مش بيقترح. انا حاسس لو مش بيقترح يبقى انا ناقص حاجه. طب خلينا نكمل الكود. باك جراوند، باك جراوند، تمام، ايه كلر. تمام،
وتحط الكولون وتقول له مثلا ايه الباك جراوند بتاعتي عايزها تبقى باللون مثلا الجرين. تمام كده يا صاحبي. لو انت ملاحظ معايا ايه عمل لك ايرور هنا اهوت وما اداش الخاصيه الكالر بتاعها. ليه بقى يا ترى؟ عشان خاطر يا صاحبي هو انت نسيت السيمي كولون هنا، فبالتالي لما تحط السيمي كولون هيشيل الايرور ويحط الكالر ويحط ايه الباك جراوند للايه للعنصر. تمام يا صاحبي. يبقى ايه هو السنتكس؟ السنتكس باختصار ان انا بحط الحاجه اللي انا عايز اديها ستايل في السي اس اس، تمام، وبعد كده بفتح الكيرلي براكت وبحط الايه البروبرتي او كود الستايل بتاعي، وبحط ما بين البروبرتي والفاليو علامه الكولن، وبحط في نهايه السطر بتاعي في نهايه السطر الستايل بتاعي بحط ايه السيمي كولون. بس كده يا صاحبي. ده شكل الستايل او شكل السنتاكس في السي اس اس عموما. تمام كده يا صاحبي. تمام. لو انت رحت بقى على دبليو سي سكول هتلاقي هنا يا صاحبي ايه؟ هتلاقي بيقول لك بقى ايه انك انت برضو بتحط اوت البروبرتي وبتحط الفاليو وهكذا. لو انت نزلت تحت هيقول لك ايه؟ هيقول لك والله انك انت السلكتور دهوت هو البوينتس تو ذا اتش تي ام ال element you want to style. يعني ايه؟ يعني السلكتور دهوت او الشيء دهوت اللي هو الاتش 1 اتش 2 باراجراف ايمج ايا كان هو ايه، هو ده اللي بيبوينت يعني اللي بيشير انك انت حاجه في الاتش تي ام ال انت عايز تديها ستايل. تمام. تمام. طيب ادي اهوت اعمل لك ايه الاتش 1. تمام. تمام. طيب برضو عامل واديله ايه مديله بقى الخصائص بتاعته الكالر والتكست الاين. ما تشغلش دماغك خالص في بالاكواد بتاعت الستايل نفسها. اشغل دماغك بالسنتكس نفسه. يعني انت دلوقتي هتاخد يعني ايه تكست الاين سنتر، وهتاخد يعني ايه كالر والحاجات دي كلها. تمام يا صاحبي. تمام. هنا بقى بيقول لك في اكسرسايز، فانت عشان خاطر تبقى انت برنس وتثبت انك انت فاهم هتخش على الاكسرسايز. بيقول لك ايه انت فولوينج اكزامبل، يعني في الاكزامبل دهوت او المثال ده بيقول لك ايه which part is ايه السلكتور. يعني انت ايه هنا السلكتور؟ السلكتور والله يا صاحبي يطلع فوق خطوه بس هيقول لك ده اسمه السلكتور اللي هو مين؟ يا اما اتش 1 يا اما باراجراف يا اما كذا او كذا او ايمج، العنصر اللي انت عايز تعمل له ستايل فين؟ في الاتش تي ام ال يا رايق. تمام. قصدي عنصر عايز تعمل له ستايل في الاتش تي ام ال، هو موجود في الاتش تي ام ال وعايز تعمل له ستايل في كود السي اس اس. تمام يا رايق. تمام يا رايق. طيب هنا بقى مين السلكتور؟ السلكتور اللي هو بيبقى قبل مين؟ الكيرلي براكت. فبالتالي الباراجراف هتيجي بقى تقول سبميت انسر، هيقول لك ايه كوريكت كوريكت انسر. عايز بقى تعمل ايه نيكست كويشن، تعمل بقى نيكست كويشن، وبعد كده يقول لك بقى ايه وات داز سي اس اس رول، ايه هو بتاعت كونسيست اوف، يعني ايه هو الرول بتاعت السي اس اس، يعني ازاي بكتب السنتكس بتاع السي اس اس. السلكتور اند ديكلاريشن بلوك ولا الديكلاريشن بلوك اند اتريبيوت ولا الديكلاريشن بلوك اند ستايل؟ والله تعالى نشوف. انت هتروح تعمل ايه؟ هتروح هنا عند البتاع ده هوت، هتروح تشوف هتلاقي ايه الديكلاريشن، وبعد كده انت بتعمل ايه الستايل، صح؟ او انت بتحط الاول السلكتور وبعد كده بتعمل ايه الديكلاريشن بتاعك او التعريف بتاعك، صح؟ يبقى انت بالنسبه لك ايه هيبقى السلكتور اند ديكلاريشن بلوك. تمام يا صاحبي. تمام. تعمل هيقول لك ايه الكوريكت انسر. يبقى انت مش بتجاوب من دماغك، انت بتروح تفهم الاول، الشكل بتاع السنتكس او الهيكل بتاع السنتكس، وبتبدا انك انت تعمل ايه الاكسرسايز بتاعك يا صاحبي عشان خاطر تبان انك انت ايه فاهم والحاجات دي كلها. وده فيديو ده بريسيس كولز عامله لك، انت هتفتحه على اليوتيوب، هو دقيقتين تقريبا او دقيقه ونص حاجه شكل كده يعني. لو انت We're using whiteboards every day يا to عم روح. transform the way we bring videos to life. As a fully remote agency, whiteboards let us collaborate in real time and turn our clients. يلا. Welcome to the world of CS. هو بيتكلم بالانجليزي، فانت بالنسبه لك هو دقيقه 48 ثانيه يا صاحبي، فبالتالي ايه الانجليزي مش هيكون عقبه لان هو هيكتب اكواد، هو مش هيقول لك انت مش هتتفرج على روتانا سينما على فيلم فانت محتاج ترجمه، لا انت عايز تشوف الكود عشان خاطر تفهم. طيب انت ما انتش فاهم وعايز برضه ترجمه، هتدوس هنا على الترجمه وهيظهر لك هنا ايه الحاجه بالانجليزي، فالكلمه اللي انت ما انتش فاهم معناها تاخدها وتحطها على جوجل ايه ترانسليت. تمام يا صاحبي. تمام. وكده كده اصلا ايه لو انت دخلت هنا على الاعدادات بتاعت اليوتيوب او اعداد الفيديو يعني، هتلاقي عندك ايه هتلاقي عندك الترجمه والشرح، هتختار هتلاقي ايه عندك الايه هو عاملها بس بالانجليزيه، فللاسف يعني لو كان بالعربيه كنت عملت. فانت كل اللي عليك انك انت هتتفرج على الفيديو، تمام، برضو تتفرج على الفيديو اللي انا Success شرحته where لك، every الفيديو detail. مفيد
تمام؟ tags for HTML elements. هتلاقيه بيشرح لك Put it all together. بيشرح لك Watch how we transform a بس انت ما انتش عارف كلمه صاحبي، هتقوم جاي انت واخدها وحطها على ايه؟ على جوجل ترانسليت وتسمع الفيديو بس كده. صحيح انت كده خلصت السنتكس، وجاي الفيديو اللي بعد كده رايق وبرنس وكل حاجه بالنسبه لك سهله لغايه دلوقتي. تمام يا صاحبي؟ تمام. سلام يا رايق.